السلام عليكم متابعيني الغاليين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. مساء الهنا والخير والسعادة. يا سلام بقى كده على طبق قلقاس اخضر او قلقاس بالشوربة كده في الجو اللي احنا فيه ده، من الاكلات الشتوية اللذيذة جدا والمفيدة جدا. يا سيدي، الطعم خرافة، والشوربة بتاعته مظبوطة جدا، مش تقيلة خالص، ولونها اخضر جدا. هيعجبك جدا جدا جدا. يلا بينا على طول نبتدي. وقبل ما نبتدي طبعا انت عارفة ان في قناتي هتشوفي كل الوصفات بطريقة مجربة وأكيدة مليون في المية. فشوفي الفيديو لغاية الآخر وشوفي طريقتي بقى في تحضير القلقاس بالشوربة. وليه رأيك في الكومنتس، يهمني جدا أشوف آرائكم. أول حاجة خالص، أنا مش بغسل القلقاس نهائي. هتستغربي، لا مش بغسله، لأن المادة اللزجة اللي فيه مفيدة جدا، وهي دي تعتبر فوائد القلقاس فيها. لو احنا غسلناه طبعا بتحتاجي انت تغسليه كتير جدا، فلو غسلتيه يبقى انت كده بتفقدي قيمته الغذائية، وفي نفس الوقت يبقى انت كده بتاكلي نشويات فقط لا غير. لكن الطريقة اللي انا هقولها لك النهاردة طريقة مضمونة مليون في المية وحلوة جدا، وهتستفادي من كل فوائد القلقاس. اول حاجة انا بفرش كده ورقة خبز علشان ما بهدلش الدنيا، او ممكن تفرشي كيسة. وبعدين تمسكي بقى القلقاسية كده من تحت، وباخدها كده داير ما يدور الاول الحتة اللي فوق دي، وبعدين بنزل كده بالسكينة بالراحة، وخلي بالك بالطول. بقشره كويس جدا، خلي بالك وانت بتستخدمي السكينة. ولو لسه اول مرة يعني تقشريه او مش متمكنة قوي، استخدمي البلانشة، يعني ثبتيه على البلانشة وابدأي ان انت تنزلي بالسكينة من فوق لتحت. بنضفه كويس جدا، وخلي بالك وانت بتقشريه، انا مش عايزاه يتوسخ. فهتعملي ايه؟ هتجيبي فوطة كده زي ما انا جايبة مندية، يعني بتكون مبلولة ومعصورة كويس، وكل شوية تمسحي السكينة بتاعتك علشان مفيش اي حاجة من التراب او الطينة اللي لازقة على قشر القلقاس يجي فيها. وفي نفس الوقت انا مش عايزة يجي عنده مية خالص. الطريقة دي سهلة جدا وبسيطة. وهقولك برضو على حاجة تعمليها علشان توقف اللزوجة بتاعته في الشوربة وما تحسيش بيها. انا كده خلاص قشرت الكمية اللي عندي. وبرضو في الفيديو ده هوريكي ازاي لو عندك كمية ممكن انت تخزنيها بمنتهى السهولة. جبت بقى كده فوطة مطبخ نظيفة، او اي فوطة عندك، اهم حاجة تكون نظيفة. وامسحي بقى القلقاس بتاعك كويس. شايفين؟ امسحيه كويس كده علشان لو كان في مثلا تراب او في حاجة جت غصب عنك وانتي بتقشريه، يبقى انتي كده نضفتيه كويس بقى زي الفل كده. وطبعا هنا بشيل بالسكينة بقى الحتة البني دي، اهو، بأكد كده على نظافته. ودايما بسيب الحتة الجزء اللي تحت دي على طول في ايديا كده علشان اعرف اتحكم فيها، وما يفضلش ان هو يتزحلق مني كل شوية. وفي الاخر بقطعها، ويبقى كده القلقاس جاهز عندي. زي ما قلتلك دايما يكون جنبك فوطة او حاجة بتمسحي فيها السكينة وبترجعي تاني. لو انت جنب المية ممكن تغسلي السكينة بتاعتك وتنشفيها. خدي وقتك بس في تقطيعه علشان هتلاقي النتيجة حاجة تانية خالص. من برضو من اسرار نجاح القلقاس معاكي التقطيعة بتاعته، وهقولك دلوقتي ازاي. اهو نفس الطريقة برضو. انا ولادي كانوا الاول بيحبوه بالطماطم، في ناس كتير بتعمل قلقاس بالطماطم زي طريقة البطاطس بالظبط. ولكن الصراحة طعمه اخف بكتير واحلى بكتير بالشوربة يعني. جربيه كده بالشوربة، عمرك ما يعني خلاص هتعتمدي الطريقة دي وعلى طول هتعمليه. اهو بص، شايفين زي الفل. ولا تقولي بقى توسخ، ولا محتاجة ان هو يتغسل ولا اي حاجة خالص. لان هو زي الخس مثلا وزي البطاطس من جوه اصلا نضيف. فانتي المشكلة كلها من بره. اهو نضفت كمان البلانشة، وابدأ بقى ان انا اقطعه كده شرايح زي ما انتي شايفة، تكون سميكة شوية علشان القلقاس بيستوي بسرعة. فانتي تخليها سميكة كده. خلاص خلصت الكمية اللي عندي. والشرايح دي هتقطعيها كده بالطول علشان يديكي في الاخر مكعبات. انت عايزة مكعبات صغيرة على قد اللقمة يعني، بس في نفس الوقت تكون سميكة علشان ما تتهراش في الشوربة، والشوربة بتاعته تبقى تقيلة كده ومش لذيذة خالص. اهو انا بشوف بقى لو في مكعب كده طلع كبير شوية بقسمه نصين. انا بحبه الصراحة صغير علشان يبقى سهل في الاكل، بتطلعي كده بالمعلقة، بيبقى سهل اكتر في الاكل. هتخلصي بقى كل الكمية اللي عندك بنفس الطريقة.
لو لسه اول مره تشوفيني، انا مي شاهين ودي قناتي على اليوتيوب. يا ريت بقى ما تنسيش لايك للفيديو، سبسكرايب للقناه، وقولي لي ايه رايك في الكومنتس، يهمني جدا اعرفه. شايفين اهو ما شاء الله، انا كده عملت كل المكعبات بنفس الحجم تقريبا. هحط بقى كل الكميه عندي. طبعا الكميه دي بالنسبه لي كتير جدا. والقلقاس برضو بالشوربه من الوصفات اللي بتبقى فريش احسن. يعني بتعمليها على قد الاكله. يعني مثلا هتحتاجي نص كيلو، يبقى تعملي نص كيلو، انت عارفة ان هي هتخلص في نفس اليوم. لما بيطول معاكي الشوربة بتاعته بتتقل. انا كده جبت ليمونة وهعصرها على الكمية كلها. الكمية دي حوالي كيلو ونص قلقاس صافي. فكيلو ونص القلقاس الصافي بتعصري عليه ليمونية كاملة زي ما انت شايفة كده. لو طبعا جايبة قلقاسية واحدة بس على قد الطبخة، انت بتعملي نص ليمونة بس. الليمون هيوقف خالص المادة اللزجة ان هي تنزل وتتقل الشوربة معاكي وتبقى القوام بتاعها مش حلو. وفي نفس الوقت هيخليه ابيض جدا وناصع البياض زي ما بيقولوا. حلو جدا. شايفين ما شاء الله. انا طبعا زي ما قلت لك الكمية دي كتير جدا. فانا هشيل منها شوية في الفريزر عشان ابقى اعمله في وقت تاني. وهستخدم الباقي دلوقتي. دي طريقة حلوة جدا لتخزين القلقاس، بجد الطريقة دي أنا ماشية عليها بقالي أكتر من 3 سنين. على طول بعمله بالطريقة دي. وما شاء الله بيطلع معايا من الفريزر. يعني طري لما بسويه على النار بيبقى طري مش مجلد أبدا. ولا مسود ولا أي حاجة خالص، كأنك لسه مقطعاه حالا. جربي الطريقة دي وقولي لي ايه رأيك في الكومنت، بجد هتدعيلي. أنا هنا قسمته على 3. أهي على 3. هحط كده كيستين في الفريزر، والحبة دول انا هعملهم دلوقتي على طول معاكم. بجد طريقة تحفة. شايفين ما شاء الله لونه ناصع البياض، حاجة كده تحفة. الاول بقى كنت بتغسلي ومية سخنة وتغسلي كذا مرة ونضيع كل فوائده. لا لا خالص. هنا بقى كان عندي شوربة. بصراحة القلقاس احسن شوربة باحسن طعم شوربة اللحمة. لكن طبعا ينفع طبعا شوربة فراخ. او ممكن كمان مية ومرق الدجاج. اللي عندك استخدميه. الشوربة تبقى بتغلي وتنزلي عليه بالقلقاس. الكمية الشوربة تبقى كويسة كده كأنك مثلا بتعملي لسان عصفور. بتبقى مناسبة ليه. زي ما انت شايفة كده ما شاء الله. بتغطيه بقى. الطريقة دي مش هياخد معاكي حوالي ربع ساعة بالظبط. بتهدي النار شوية وبتسيبه بقى يستوي. هنا عندي السلق والكزبرة، هي دي الخضرة بتاعة القلقاس. بقطع كده السلق من فوق. باخد بس الورق. انا مش محتاجة خالص السيقان بتاعته دي. باخد بس الورق. ما شاء الله. الصراحة السلق او الكزبرة انا مش بحب خالص اخزنهم. لان انا جربت كل الطرق اللي ممكن تتخيليها. وكل الطرق بتديني بيبقى يعني في طريقة بتبقى حلوة بس برضو بيبقى لونه غامق شوية لما بتطلعيه من الفريزر. فالصراحة يعني ببقى مضطرة في اخر الشتا كده اجيب كام واحدة سلق واخزنهم. بس طالما هو موجود في السوق خالص مش بحطه في الفريزر، يعني خالص بستخدمه فريش احسن من هو يكون متفرزن. بتاخدي الورق الاخضر. بصوا يا جماعة انا الطريقة دي بسلق فيها السلق. طبعا في ناس بتحط السلق دوت في الكبة وتضربه مع الكزبرة مع الثوم وبعدين تحمره. انتي مش بتسلقي السلق. طبعا هنا زي ما انت شايفة كده بحط كوباية. وبعدين يعني هحطه على النار لغاية مثلا بالظبط كده 7 دقايق لغاية ما تحسي ان هو المية اللي فيه نشفت وكمان لونه خلاص استوى ولونه غمق والدنيا تمام. وبجيب هنا الكزبرة وبفرمها فرم ناعم جدا، مش بستخدم الكبة خالص. بفرمها كده على ايدي. وهقولك في الاخر ليه. زي ما انت شايفة كده. زي ما بقولك الطريقة اللي هي بتاعت الكبة بتاعت السلق كده من غير ما يتسلق. بيديكي طعم قوي جدا للسلق. بتحسي انتي بتاكلي خضرة مش مستوية. فصدقيني لا الطريقة ان انتي تسلقي السلق هو ده الطريقة المظبوطة ليه. وبيديكي طعم حلو جدا.
لكن ان انت تستخدمي السلق من غير ما يتسلق لا، الموضوع بيبقى ايه، الناس اللي هي مش بتحب الطعم القوي قوي للخضرة مش هيعجبهم خالص. انا هنا خلاص خلصت بقى الكزبرة الخضراء بتاعتي. بحط كده في الهون، وبحط عليه معلقة كبيرة كزبرة ناشفة، و3 فصوص توم، وسنة شطة بسيطة. انا بحب الاكل يكون يعني مش حامي، بس يكون في طعم الشطة البسيطة. وتبدأي بقى تدقي كل ده كده مع بعض لغاية ما يتفرم زي ما انت شايفة كده، فرم ناعم جدا. هو ده اللي انا عايزاه. اجي بقى هنا خلاص في الخلاط، ادي كده السلق بتاعي خلاص استوى زي ما انت شايفة كده. خلاص بحطه في الخلاط بتاعي، وبالظبط كده بضربه ضربتين بحيث ان هو ينعم خالص وما يكونش فيه اي تكتلات. بحط معاه مرقة دجاج، ده اختياري بس الصراحة معايا انا بتظبط الطعم كده. خلي بالك بقى لان هو هيطلع كده هيطرطش كده في كل حتة، فخلي بالك وانتي بتضربيه. بتضربيه كويس جدا لغاية ما يبقى زي العصير كده. انا عايزة اقولك شايفين اللون تحفة كده. خلاص تمام. اجي بقى هنا على القلقاس بتاعي، انا طبعا مهدية نار عليه خالص، وخلاص هو كده يعتبر استوى. وطبعا تابعي برضو القلقاس بتاعك، يعني ما تخليهوش يتهرى منك علشان ما يتقلش الشوربة. خلي بالك هو عامل زي البطاطس، يمكن كمان ارق من البطاطس، يعني البطاطس ممكن تاخد سوا لكن القلقاس لا، وبالذات لو طازة. بزود هنا بقى السلق بتاعي حبة بحبة. حطيت حوالي 3 معالق كبار على الكمية بتاعتي دي. انا كده بالنسبة لي اللون حلو جدا ومناسب. اول ما تضيفي السلق ما تسيبهوش بقى كتير على النار لا خالص، علشان لونه ما يغمقش معاكي ويسود. يا دوبك بس غلوة واحدة وتطفي النار ويبقى هو كده تمام. بحاول اطلع لك اهو، شايفين؟ عايزة بقى تعرفي ان هو استوى ولا لا، عادي جدا بتطلعي كده واحدة وبتجيبي شوكة وبتقسميها. انا بحب يكون فيه ايه يعني سنة كده بسيطة، علشان برضو طول ما هو في الشوربة بيكمل سواه. اجيب بقى هنا معلقة سمنة بلدي، واجيب بقى الكزبرة الخضراء بالكزبرة الناشفة ب3 فصوص توم اللي انا دقيتهم كويس، وابدأ بقى ان انا احمرهم. وهي دي الطشة المميزة جدا للقلقاس. هقلب بقى كده كويس، وانتي بتقلبي حاولي تضغطي شوية كده على الكزبرة علشان تنزل المية بتاعتها وتتحمر بسرعة. هتتحمر يعني تعرفي ان هي اتحمرت كويس ازاي، هتلاقي بقى كده لونها اتغير شوية، وفي نفس الوقت بتروح وتيجي معاكي ناشفة خالص زي ما انت شايفة كده. هتاخد منك حوالي دقيقتين على النار اهي ما شاء الله. وبعدين على طول يا سيدي بقى على الطشة تنزلي بيها على القلقاس. الريحة يا سيدي والطعم بقى ما اقولكيش، ولا اللون مظبوط جدا ما شاء الله تحفة. جربي الطريقة دي وقولي لي ايه رأيك في الكومنت، بجد هتعجبك جدا. كده خلاص. وهقدمه طبعا، بقدم القلقاس بتاعي ما شاء الله. شايفين يا جماعة الشوربة بتاعته خفيفة، يعني مش تقيلة بقى ولزجة بسبب ان انا حطيت فيه الليمون. شايفين الشوربة عاملة ازاي؟ والشوربة لونها مظبوط جدا من كمية السلق. يعني انت لو ظبطتي كمية السلق معاكي هيطلع معاكي اللون مظبوط اللي انت عايزاه غامق او عايزاه مظبوط زي كده او فاتح، ده على حسب كمية السلق اللي معاكي. ما شاء الله. شايفين؟ انا كان نفسي تبقوا معايا كده وتشموا الريحة، حاجة كده تحفة. طبعا بقدمه مع